السلام عليكم. مفيش حاجة اسمها صعب، مفيش حاجة اسمها مستحيل، والمستحيل ليس مغربي. المغرب يا جماعة بتدينا درس في الإيمان بالنفس، بتدينا درس في الإيمان بالمدرب الوطني. انت عايز تتكلم على الراجل آمن بنفسه. تخيل الراجل بيطلع على في المؤتمر الصحفي قدام العالم يقول لك وليه لا المنتخب المغربي يكسب كأس العالم؟ ما بالك ده قدام الصحفيين، ما بالك بقى داخل غرفة الملابس. ايه هي كمية الطاقة اللي بيديها للاعيبة؟ ايه هو الحافز اللي بيديه للاعيبة علشان يصدقوا ان هو ممكن فعلا يكسبوا كاس عالم بامر الله تعالى؟ يحصل ليه لا؟ الراجل يا جماعه مدرب بصراحه تكتيكي على اعلى مستوى، عمل كل حاجه في الكوره. يجي يقول لك يا عم ده بيلعب مدافع، يا عم انا عايز العب مدافع يا سيدي، طالما انت هتوصل ان انا عايزه الغايه تبرر الوسيله. انا عايز اوصل لنهائي كاس العالم، تلعب بقى دفاع، تلعب بقى هجوم. بص انا عايز اهم حاجه كل الطرق تؤدي الى فاينل كاس العالم بطريقتك بقى، دفاع هجوم زي ما انت عايز. وبعدين المنتخب المغربي النهارده بدأ في الشوط الاول